تخيل وانت ماشي في الشارع لقيت محفظة فيها مبلغ كبير من المال، مفيش كاميرات ومفيش حد شافك، هتعمل ايه؟ اجابتك دلوقتي ممكن تكون عنوان السي في بتاعك. تخيل نفسك مكانه ماشي عادي، لقيت محفظة فتحتها فلقيت فلوس كتير وبطاقات ورخصة وأوراق. أول فكرة ممكن تيجي في دماغ أي حد دي فرصة، محدش شافني. لكن استنى، تعال نشوفها من الناحية التانية. صاحب المحفظة دلوقتي ممكن يكون بيدور عليها وهو بيجري في الشوارع. يمكن الفلوس دي كانت إيجار البيت، يمكن علاج أمه، يمكن مصاريف ولاده، يمكن مرتب شهر كامل، وانت بالنسبة له آخر أمل بعد ربنا. تخيل شعوره وهو فاكر إن كل حاجة ضاعت، وفجأة يرن موبايله، حد بيقول له السلام عليكم، حضرتك وقعت منك محفظة. في اللحظة دي انت مش رجعت محفظة، انت رجعت طمأنينة، رجعت أمل، رجعت ثقة في الناس. وأجمل حاجة انك عملت كل ده من غير ما حد يسقف لك ولا يصورك ولا ينزل لك بوست، لان الخير الحقيقي هو اللي تعمله حتى لو محدش هيعرف. تفتكر في فلوس ممكن تدخل جيبك لكن تطلع البركة من حياتك كلها، وفي فلوس تسيبها فيفتح لك ربنا ابواب رزق ما كنتش تتخيلها. كل يوم السي في بتاعك بيتكتب، والسؤال مش كام حسنة عملت، السؤال مين انت لما محدش شافك. افتكر كل موقف في حياتك بيكتب سطر جديد في السي في بتاعك. اختار يكون ابيض وبلاش يكون اسود.